عمرك حسيتي انك انت في علاقة بتستنزفك وانك دايما بتطلعي السبب في كل حاجة مهما كنتي مظلومة؟ خلي بالك، ده ممكن يكون نوع من انواع الشخصية النرجسية، بس مش اي نوع. النهاردة هنتعرف مع بعض على انواع الشخصية النرجسية وتعرفي ان اللي معاكي ده نرجسي ولا لا، عشان مش كل ما تجيلي واحدة تقول اصل انا متجوزة نرجسي. تعالوا نشوف ايه هو الشخصية النرجسية. النهاردة هنحكي مع بعض عن انواع الشخصيات النرجسية بالتفاصيل. النوع الاول، النرجسي الكلاسيكي، راجل شيك وواثق من نفسه، بيحب دايما يكون محور الاهتمام، هو اللي عليه الكاميرا. لو حاولتي انك تقولي رأي تهاجميه بيخلي نهارك اسود. هو عايز طول الوقت تمدحي فيه وتحسسيه بقيمته. طب ده بيحبك؟ ما بيحبكيش، ده بيحب انعكاس نفسه فيكي. النوع التاني، النرجسي الضعيف اللي دايما مكسور وشخصيته ضعيفة، وده بقى بيعمل ايه؟ بيحسسك بالذنب وانك انتي يعني دايما جاية عليه وظلماه وهو ضحية وانتي وحشة وجبارة، ودايما يبان انه شخص بيحبك قوي وانه غلبان قوي وطيب قوي. خلي بالك، الشخص ده بيفضل وراكي لغاية ما يخسرك ثقتك بنفسك واحدة واحدة، ويستنزفك ويوقعك واحدة واحدة. ولو حاولتي تفلفصي منه يرجع تاني يزعل ويعيط وينكسر علشان يجذبك تاني. النوع التالت، النرجسي العدواني، وده أخطر أنواع الشخصية النرجسية. الشخص ده بيهينك ويقلل منك، دايما عصبي، دايما صوته عالي، يمد ايده عليكي ويضربك ويحسسك ان هو بيعمل كده علشان بيحبك وعشان يعلمك الأدب وعشان خايف عليكي. الشخص ده لو موجود في حياتك اهربي منه فورا، لأنه ملوش علاج وهيفضل وراكي لغاية لما يموتك.